الله. اللهم بارك كده. النهارده هنكمل الحلقات بتاعه تزيين الكيك اللي خبزته معاكم، والحلقه اللي فاتت زينت معاكم الكيكه اللي هي كانت 40 في 60، وقلت لكم ان شاء الله الحلقه اللي بعدها على طول هنزين الكيكات المدوره علشان خاطر نكون خلصنا بقى ايه من الجزء ده. بصراحه كل ده انا عملته في يوم واحد، يعني ما شاء الله كده، ربنا يا رب يدينا ويديكم الصحه. لكن قسمته لكم كده على 3 حلقات علشان خاطر الكل يستفاد يعني. هنا بالنسبه للقعده الكرتون يا جماعه، لو انا هعمل الكيكه او التورتايه مقاس 18، القعده تكون اكبر منها رقمين، او على حسب بقى ما تلاقي، علشان خاطر تعرفي بقى تزيني الكيكه براحتك. تمام. انا بعد ما قطعت الكيكه بقطر 18 هبدا بقى ان انا احطها اول طبقه على القعده الكرتون بالشكل ده، بس هثبتها بقطعه من الكريمه، وهبدا ان انا اسقي الكيكايه يا جماعه بمشروب الكاكاو باللبن. تمام. بعد كده هحط طبقه من الكريمه وفوقيها كده جناش شوكولاته، وهبدا ان انا اجيب الطبقه التانية. واهم حاجه ما تنسيش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكمان تحطي لي لايك وقولي لي رايك في الكومنتات، ونضغط ضغط خفيفه كده على الكيك علشان خاطر يلزق في بعضه ويمسك كده على طبقه الكريمه. وهنسقي ونحط الطبقه الثالثه، وهبدا بقى ان انا احط عليها دي الطبقه التانية، احط عليها الكريمه وبرده هديها كده جناش شوكولاته. وبعد كده احط بقى الطبقه الاخيره، ونبدا بقى ان احنا نغلف التورتايه بالكريمه بالشكل ده. بالنسبه للكريمه يا جماعه اللي انا استخدمتها النوع جولدن بيك، وبالنسبه لدي السبونج اللي انا استخدمته كمان في خبز الكيك جولدن بيك. بالنسبه للشوكولاته اللي عندي اللي هي الشوكولاته الخام بدون حليب دي سما. تمام كده. قلت لكم نوع الدقيق ونوع الشوكولاته والكاكاو اللي بحطه على اللبن اللي انا بسقي بالكيك ده كاكاو شرب. تمام. ممكن تحطي كاكاو خام عادي وبتحليه على حسب ما انت عايزه بقى، بس تظبطي السكر اهم حاجه. بعد كده بقى الكريمه انا بحط كوبايه كريمه عليها كوبايه ونص من الميه في الاول، وبحط عليها نص كوبايه من السكر، وببدا ان انا احطهم بقى يتضربوا مع بعض في العجان كويس قوي، بس اهم حاجه الميه تكون متلجه. تمام. بصراحه الكريمه اللي هي جولدن باك هي غاليه بس بترمي معايا كويس، يعني انا الراجل اداني نوعين جربتهم. نوع سعره اقل من جولدن باك بس طعمه حلو، بس سعره اقل، بس ما برميش بقى. لكن جولدن باك طعمها حلو وسعرها غالي شويه، يعني انا الراجل بيديني الكيلو منها ب 190 جنيه. واداني كمان، هو اداني يومها نوعين، اداني جولدن باك ب 190 واداني الريتشي ب 200 جنيه. الفرق بين الجولدن باك والريتشي مش كتير، فجولدن باك حلوة قوي، يعني برضو 10 جنيه هتفرق في الكيلو لما انت تجيبي الكيلو. مش هيمشيكي كتير، فانا مثلا بروح اجيب 2 كيلو مثلا، فلما يكون ال2 كيلو 20 جنيه ادي يعني 20 جنيه كويسة نجيب بها مثلا كريسبي شوكولاتة، كريسبي اي حاجة من اللي احنا بنزين بيهم التورت. تمام. فانا زي ما قلت لكم كده الكريمه جولدن بيك. لو عايزاها بقى بني بروح ضايفه عليها معلقه كاكاو ومعلقه من جناش الشوكولاته، وبزود شويه ميه صغيرين لحد ما القوام يتظبط معايا. لو فانيليا زي ما هي الميه والكريمه والسكر ومفيش اكتر من كده. التورتيه دي بقى كانت متظبطه وكانت محشيه جناش شوكولاته من جوه، وهبدا بقى ان انا ايه اغلفها بالشكل ده. ودايما بيكون جنب ميه سخنه في المرحله التجليس الاخيره بحط السكرابر كده في الميه السخنه، وابدا ان انا امشيه على التورتايه بالشكل ده كده علشان خاطر المسام بتاعتها تكون مظبوطه. ما بهتمش كتير بوش التورتايه، لان كده كده دايما في الغالب بغطيها شوكولاته. تمام. فخلاص التورتيه دي كانت اتقفلت معانا كويس جدا، وما شاء الله اللهم بارك برضو عجبت اللي خدوها. ودايما انا على الواتس بقول يعني للناس اللي بياخدوا مني حاجه، يا ريت تكتبوا لي رايكم، ولو في تعليق على التورته تقولوا لي ليه بقى. ما اكيد انا هستفاد، انا ليه بطلب منهم ان هم يعلقوا لي على التورته؟ ممكن حد يقول لي ايه والله الحاله بتاعها كان زايد شويه، ممكن حد يقول لي الحاله بتاعها كان بسيط شويه، ممكن حد تاني يقول لي ايه طيب معلش الكريمه كانت خفيفه، حد يقول لي الكريمه كانت تقيله. انا بستفاد، ارائهم بتفيدني. تمام. غير طبعا في ناس كده احيانا تقول لك اراء، تقول لك حاجات كده اصلا يعني عايزه اقول لك ايه هبد وخلاص، انت فاهمه. لكن انا لازم اكون واثقه من شغلي، بس اللي بتفرق معايا انا كشخص انا ما بحبش الحاجات المسكره كتير. فاللي دايما ممكن يطلع معايا مظبوط او مش مظبوط السكر بتاع الكريمه،
لكن كده كده الدقيق بيجي جاهز عليه كل حاجه، والشوكولاته كده كده مش محتاجه ان انا اضيف عليها سكر اصلا. هي كده كده يعني ما بضيفش عليها سكر، هي اللي انا بظبط الحله بتاعه الحليب اللي بحطه على جناش الشوكولاته. تمام. لكن اللي بلعب في السكر بتاعها هو الكريمه بس. فدي اللي كانت محتاجه ان انا اظبط السكر شويه، لان كشخص انا ما بحبش المحلي او مش بحب الحاجه المسكره قوي. ممكن حد يقول لي الكيك مثلا كان مهري معانا سنه، ببدا ان انا اظبط بقى كده واخد فكره من هنا وفكره من هنا واشوف كده ايه العيب او ايه الغلط اللي انا عملته، احاول ان انا اصححه المره الجايه يعني. الحاجه مش اكيد مش هتخرج معانا مظبوطه يعني زي او يعني كل مره، يعني مره بتصيب ومره بتخيب، بس اهم حاجه في مكونات اساسيه احنا بنكون ماشيين عليها. تمام. تعالوا بقى نرجع هنا للتورته. انا غطيت وشها، اظن التصوير واضح، انا غطيت وشها ونزلت عليها الدربات بالشكل ده كده. وما شاء الله الجو ده كان ساقعه، الشوكولاته كانت بتمسك على طول على التورته، مش محتاجه ان انا ادخلها التلاجة. هنا بقى ال يعني بعد ما اخدت وردات كده بالقمع اللي هو بتاع البوديفور اللي هو رقم 5 تقريبا، هبدأ بقى ان انا اخد كام واحدة كده من الاوريو في اشكال كده معينة للتورت. ما بغيرش فيها كتير يعني، وبتطلع ما شاء الله شكلها حلو زي ما انتم شايفين. يعني ما شاء الله مش ناقصها حاجة، هي كانت كده كويسة أوي. بس أنا دايما باخد رأي الولاد بصراحة، تعالوا كده ايه رأيكم في التورتة دي، ناقصة حاجة؟ في حاجة احطها في حاجة اشيلها. فحد من اللي كانوا موجودين قالوا له بص حط في النص فراولة. يا قلت لهم والله ما انا مزعلاك، وكده كده عندنا الفراولة بروح مديها بس كده وشوية جيلو فراولة عشان تفضل تلمع معانا. وهبدأ بقى ان انا اخد عليها روزتات من تحت، ابروز كده التورتيه من تحت وادخلها التلاجة. وبكده نكون خلصنا من اول تورته، وما شاء الله زي ما انتم شايفين شكلها اظن جميل. فحط لي بقى لايك وتعالي نشوف الشكل التاني للتورته. زي ما قلت لكم دايما انا لما بخلص التورتايه بحطها في التلاجة شويه، وبعد نص ساعه بتصل بصاحبها الطلب بتاعكم خلص يجوا بقى ياخدوها. تعالوا بقى نشوف تاني تورتايه كانت فانيليا. وبصراحه يعني اللي اخده بقى التورتايه دي بالذات ما كانتش بتحب كيك الفانيليا، يعني هي ما بتحبوش خالص، لا يعني بتحب الشوكولاته اكتر. فكانت اخدت مني كام تورتايه شوكولاته قبل كده، فقلت لها ايه رايك تجربي الفانيليا؟ قالت لي ماليش فيها، او قلت لها جربيها يا ست مش هتخسري حاجه. وبصراحه هي زبونه زي القمر، ربنا يا رب يحفظها لاولادها، فقالت لي تمام انا واثقه والله في شغلك. فعملتها بقى بالشكل ده، بس هي طلبت بقى طلب معين، قالت لي انا عايزه التورتيه من جوه تكون محشيه فاكهه. قلت لها عيوني. وقالت لي كمان ان هي ما بتحبش الكمبوت. فبص بقى انا ضحكت عليها. اول طبقه انا عارفه ان هي هتشوف الحلقه كمان، اول طبقه حطيت الكريمه ورحت حاطه كمبوت خوخ وحط عليه شويه من جلو المانجا، قلبت الخوخ مع المانجا كده لقيت طعمهم رائع، رحت حطاهم على الكريمه. فقلت بقى ايه اشوف التعليق بتاعها ايه. تاني طبقه هنا رحت مقطعه فراوله وحطيتها على الكريمه بالشكل ده كده، وهاخد عليها برضو جيلو فراوله وشويه كيوي بقى، كوكتيل اهو يعني. دي بقى تورته بالكوكتيل. فانا تحت امرهم، هم ما عليهم غير ان هم يطلبوا، هم اللي هياكلوا مش انا اللي هاكل. فانا اعمل اللي هم عايزينه مش اللي انا عايزاه. فهنا بقى حطيت الطبقه الثالثه، وهبدا بقى ان انا اشيل الاحرف بتاعه الكيكه بالشكل ده كده علشان خاطر الكيكه كلها كده تكون طريه وحلوه ما يكونش فيها احرف ولا جوانب. خلاص زي ما انتم شايفين هتتظبط معانا على طول. نشيل بقى الحرف ده كده وننضف الرخامه بتاعتنا بعدها على طول علشان خاطر التورتيه تتقفل على نظافه. بالنسبه بقى للتزيين، حتى هي قالت لي انا عايزاها من بره تزيين بسيط جدا، بس اهم حاجه انا عايزاها من جوه محشيه. قلت لها عيوني يعني. بعد كده هبدا بقى ان انا اقفل التورتيه بالشكل ده. وبصراحه كان يهمني جدا جدا ان انا اعرف رايها، لان زي ما قلت لكم هي بتعشق الشوكولاته، فلما تحب بقى كيك فانيليا دي بقى يبقى حاجه حلوه اهي. خليناها تغير رايها شويه يعني. هغلف بقى التورتيه دي كويس جدا بالكريمه زي ما انتم شايفين. وزي ما قلت لكم بقى في اخر حاجه بيكون جنب ميه سخنه بغط السكرابر فيها وابدا ان انا اقفل عليها كويس جدا. هنا بقى هبدا ان انا انضف بس القاعده بتاعه التورته بالشكل ده كده. وهنزل بقى على الجوانب بتاعتها دربات من الشوكولاته. ودي حاجه اساسيه يعني بصراحه بتدي للتورته شكل، يعني الدربات دي بتخلي التورته شكلها كويس. وكمان هغطي وشها، فقلت برضو ما احرمهاش من حاجه يعني، على الاقل لو ما عجبتهاش كيك الفانيليا تاكل الشوكولاته اللي على وش الكريم.
بس بقى بالسكرابر كده هبدأ ان انا اوزع الشوكولاته كويس على وش الكريمه. وانا بقى بكون مسخناه يعني في الميه السخنه، ويا دوب بنطر كده واروح موزعه ايه الشوكولاته على طول، فبتتوزع معانا بكل سهوله. تعالوا بقى من تحت كده هنديله شويه وردات كده على التورتيه من تحت. وعندي بقى اللي هو حلويات صغيره كده على شكل قلب بقى وعلى شكل نجمه. هبدأ ان انا احط شوية عليهم، بس بعد ما ناخد وردات من على الوش. بصوا هي كانت حلوة قوي كده، مش محتاجة والله حاجة، بس انا قلت برضو ايه نديها شوية الوان. اللي هو الحلويات اللي انا بقول لكم عليها دي على شكل قلوب، منها بقى الوان كتير وفي منها نجوم واشكال مختلفة يعني. هبدأ بقى ان انا انطور عليها شوية من تحت كده، وبكده تكون التورتايه دي خلصت. عملنا تورتتين سهلين وبساط، واهم حاجة ما شاء الله دي شكلها عجبني جدا، والاهم من ده كله طعمها بجد كانت مبسوطة بيه قوي. وانا كنت مبسوطة اكتر ان هي حبت الكيك الفانيليا قوي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة، ما تنسوش تشيروا وتحطوا لي